السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. أردوغان يغدر بالمغرب ويطلب شيء خطير من إسرائيل. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. وفقا لمحللون في القناة 13 الإسرائيلية، فهم يعتقدون أن دعوة الرئيس التركي أردوغان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة تركيا كانت مفاجئة وغير معلنة، ولها هدف واحد، وهو محاولة إقناع إسرائيل بعدم فتح مصانع لصناعة الأسلحة في المغرب، وبالذات الطائرات المسيرة. ويعكف المحللون على تفسير الدوافع والأهداف وراء زيارة نتنياهو إلى تركيا، ومن بين التفسيرات التي يرجحونها هي رغبة أردوغان في حث إسرائيل على عدم التعاون مع المغرب في بناء وتطوير مصانع لإنتاج الأسلحة، خاصة الطائرات المسيرة. تعتبر الأسلحة الذكية بما في ذلك الطائرات المسيرة من القدرات الحيوية والحديثة في العمليات العسكرية والأمنية. من الواضح أن زيارة نتنياهو إلى تركيا كانت مفاجئة وغير معلنة، تزامنا مع مخاوف حول التعاون الإسرائيلي المحتمل مع المغرب في قطاع الصناعات العسكرية. وقد أحدثت تلك الدعوة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية. تبقى دوافع الزيارة وتفاصيل المحادثات الحقيقية غير معروفة حتى الآن، ولكن هذا التحليل الإعلامي يسلط الضوء على إمكانية أن تكون هناك تطورات هامة في التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب، وعلى الأخص فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة الحديثة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.